هاد الجوج بنات اللي طالعين للتران غادي يديروا واحد القضيه اللي ما طيحش للشيطان على البال، اللي خلات البوليس حايرين كيفاش داروا ليها. بغيتي تعرف التفاصيل ديال هاد القضيه؟ دير الكيد في ودنك، ايوا كما العاده، ويلا معايا نعرفوا التفاصيل مع بعض. القصه ديال اليوم الخوت غادي تدينا عند واحد جوج بنات، وحده سميتها حنان ووحده سميتها سعاد. حنان وسعاد عاشوا كبروا غير مع الام ديالهم، لانهم ملي كانوا صغار الاب ديالهم داموا الامانه امانته. كما قلنا عاشوا وكبروا غير مع الام ديالهم. حنان وسعاد كان واحد البنات اللي طايرات من المقله، لا قرايه لا يبيه الخليه، كانوا عاطينا غير لاله ومالي وتقرقي بالسطالي. دازت ليام والام ديالهم حتى هي غادي تديموا الامانه امانته. الام ديالهم هي اللي كانت كتجمعهم، هي اللي كانت الا داروا شي حاجه كتشدهم. ملي ماتت الام ديالهم حنان وسعاد زادوا كملوا، لدرجه انهم ولاو بنات الليل. ولاو ما كاينه، الله يعطيك صحتك. باش كيعيشوا كيخرجوا كيخطفوا بليصات وبيهم كيعيشوا. حنان وسعاد هنا صافي كملت الباهيه. راهو كان بقاو سنين طويله على هاد الحال هادي. حنان وسعاد غادي يكبروا في العمر، وداك الزين اللي كان بيه كيخدموا على راسهم وكيدبروا مصاريف دبال ما بقاش. يعني هنا حتى واحد ما بقى كيديها فيهم، كيمشيو لديك البلاصه اللي كانوا كيخرجوا منها، كيجيو دوك اللي كيديو بنات الليل كيديو بنات اخرين وهما كيخليوهم بلاكا. هنا حنان حقدت على الوضعيه. واحد النهار وهما جالسين في الدار، حنان قالت لسعاد اش بان لك ندبروا على راسنا بواحد الطريقه اخرى؟ قلت لها كيفاش؟ قلت لها شوفي انت غتبعيني وغادي ديري داكشي اللي غنقول لك بالضبط، وراكي غادي تدبري على راسك. قالت لها سيري انا معاك. حتى لهنا غادي نخليو الامور وغادي نمشيو عند واحد السيده اخرى. هاد السيده سميتها جميله. جميله كتعيش في فاس، عايشه مع الاسره ديالها، عندها واحد البنيته تكون هكذا في ديك العشرينيات. حتى لهنا الامور مزيان. جميله عيطت لها واحد اختها، كانت قالت لها راه عندي واحد العرس ديال ولدي وهادي، وكانوا معروضين. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف في التفاصيل، جميله كانت معروضه لواحد العرس ديال واحد اختها في الدار البيضاء. فبهذا جميله غادي تهز بنتها وغادي يمشيو باش يحضروا العرس. وراكو عارفين العيالات ملي كيكونوا غاديين لشي عرس راه كيمشيو كيجيبوا احسن ما كاين في التكاشط، وإلا كاين شي دهياب وإلا كاين شي حاجه المهم ديال التسكسيف راه كيديوها معاهم باش يطرطقوا المراره لدوك العائله ديالهم. وراكو عارفين العيالات بلا ما نقول لكم. فعلا جميله وبنتها غادي يمشيو باش يحضروا العرس، ومشاو حضروا في داك العرس. دازت الامور كلها على ما يرام. فبهذا جميله قررت انها ترجع في حالها لدارها وتقابل وليداتها وترجع لحياتها الطبيعيه. فعلا مشات، شدوا التران باش غير يرجعوا في حالهم. كما قلنا طلعت جميله وطلعت بنتها للتران، مشاو لواحد الفاكو خاوي وجلسوا، بقاو مريحين واحد شويه وما كيجيو واحد جوج بنات جلسوا حداهم. بلا شك راكو عرفتوا شكون هما هاد جوج بنات. ملي قلت لكم جوج بنات راكم غادي تعرفوهم. جلسوا حداهم وبقى التران غاديه. راهو كان واحد شويه كانت سعاد واحد البنت اللي اي واحد لقاتو بسهوله تشري معاه الهضره وكتدخل حتى هي دغيا للخاطر. بدات كتهضر مع جميله، بقات هضره مني هضره منك هضره مني هضره منك، منين انتي كدا. راكو عارفين الهضره ديال العيالات، دي وجيب في الهضره. جميله دخلت معاهم في الموضوع، حنان حتى هي نقزت عاوتاني بدات كتهضر مع بنتها، وبقاو غاديين هكذاك دي وجيب في الهضره. الامور عاديه، قولها وضحك عليها وسيري قطار. راهو كان واحد اللحظه حنان نزلت بحال هكذا، جبدت واحد القريعه ديال العصير من الصاك، جبدت واحد الكويس، خوات العصير ليها، شربت داك الكويس، خوات العصير، عطات الكاس لختها، شربت اختها داك الكاس، حطت ديك القريعه وداك الكاس في الصاك،
وهي تقول لها اختها راه السيدة ما عطيتيهمش، راهم زعما غاديين معانا، ايوا ديري الصواب. جميلة شافت داك المنظر هكذا قالت لها لا لا غير بالصحة والراحة ما عندنا ما نديرو به حتى حنا راه عاد كيشربنا. قالت لها لا والو والله تنشركوا الطعام. المهم بقات عليها ساعات حتى قنعتها فعلا. قالت لها هو منين هكذا ما غاديش نردو في وجهك. راه حنان خوات الجميلة خوات لها العصير عطاتها تشرب، خوات عاوتاني لبنتها عطاتها تشرب، بقاو غاديين كيديو يجيبو في الهضرة واحد شوية. جميلة وبنتها داروا الراس على الراس ونعسوا. وصل التران لمكناس، رانا حنان وسعاد في مكناس نزلوا مشاو بحالهم. بقات جميلة وبنتها ناعسين شدوا الطريق. رانا عفوا القطار اولا التران وصل بهم لفاس. فاس وجميلة وبنتها باقيين ناعسين. التران قلع وجا غادي او جميلة وبنتها باقيين في التران. رانا سير يا قطار غادي داك التران. وصل تازا وصل وبقى غادي ما ريدش كاع. فواحد اللحظة التران كيريد، او فين غادي يريد التران الخوت غادي يريد في اخر محطة اللي غادي تكون هي المحطة نتاع مدينة وجدة. هاد المحطة هادي هي اخر محطة نتاع القطار، يعني التران اللي كيوصل لهنا كيريد واحد شوية كينزل دوك المسافرين وكيبقى مريد واحد شوية كيولي يطلع ناس جداد ويطلع عاوتاني في حالاته. اللحظة اللي نزلوا منها الناس كاملين وبقى التران مريض الكونترول كيدير واحد الدورة على الفاكوات. مهم دورة روتينية، هذاك هو الروتين ديالو. دخل منا خرج منا من فاكو لفاكو من فاكو لفاكو من فاكو لفاكو توصل لواحد الفاكو كيبانوا ليه جوج ديال الناس دايرين الراس على الراس وناعسين، مرا وبنت. شكون هما؟ وهي جميلة وبنتها باقيين ناعسين في التران. ما كاينينش كاع في هذا العالم. زاد عندهم بدا كيفيقوا والو. لا 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 والو حتى واحد ما دار شي حركة. هز لهم يديهم كيرجعوا يطيحوا. واحد الوريقات كانوا حداهم هزهم شاف فيهم لقى فيهم مدينة فاس، يعني هاد الجوج هادو خصهم ينزلوا في فاس. هذا تخلع قال راه تكون واقع على هاد الجوج شي حاجة. مشى خرج دخل المحطة. مشى عند الامن اللي كيكونوا في المحطة. راكو عارفين اي محطة ديال القطار راه كيكون فيها بوست نتاع البوليس. مشى عند البوليس قال لهم اودي اللي كاين اللي كاين. جاو معاه شافوا فعلا دوك الجوج مغيبين، تاكدوا باللي راهم باقيين حيين بعدا الحمد لله. فبهذا عيطوا الاسعاف باش غادي ينقلوهم للسبيطار ويشوفوا شنو كاين. فعلا جات الاسعاف هزوهم داهم للطبيب. باتوا ديك الليله كامله تما. لا غد ليه جميله غادي تفيق وهي الحوايج ديالها. قالت لهم الباليزه والصاك ديالي فين هما؟ قالوا لها ودي اش من باليزه وصاك عندك؟ شافت في يدها ما لقاتش الذهب، كان في يدها دميلجات كانوا عندها وخويتم كان عندها ما لقاتهم. قلت لهم يا ودي الباليزه والصاك ديالي راه فيهم واحد المضمه ديال الذهب وفيهم تما شي تكاشط اللي غاليين، وتا الذهب اللي كان في يدي فين هو؟ قالوا لها ودي راه ملي جبناك ما عندك حتى شي حاجه، يعني جيتي غاب الحويجات اللي لابساهم انت وبنتك. هنا جميله ناضت كتندب واش حندب على زهرها العوج، كتغوت وتقول وك وك عباد الله رزقي مشى. ولا ودي قولي صبري وقولي لنا اش من رزق مشالك. قالت لهم ودي راه دوك الباليزه وداك الصاك اللي مشاو لي راه كان عندي فيهم مضمات ديال الذهب ديالي انا وبنتي، وكانوا عندي فيهم شي تكاشط وشي حوايج غاليين مشاو. هي ناري هي ناري رزقي مشى وهي ناري. وبدات عطيها الغوات تما. البوليس بقاو كيصبروا فيها لانهم ما عندهم ما يديروا لها. داوها داروا لها المحضر ديالها. قالت لهم اودي اللي كاين اللي كاين راه كانوا جالسين حدانا واحد جوج بنات شربنا معاهم العصير من بعدها نعسنا. ايوا وفقنا هنا وانتم تشوفوا.
لقيت رزقي مشالي، ويلي دهبي مشالي يا ويلي، جميلة بدات تندب على زهرها المكعور. البوليس قيدوا لها المحضر ديالها وما عندهم ما غيديروا لها أكتر من هكذا، لأنه الفاعل ما خلاش شي خيط باش يشدوه ولا يتبعوه، وزيدون ما نزلوش في شي مدينة قريبة اللي غادي يبداو التحقيق ولا شي حاجة، يعني جاب مكناس الفاس. والطريقة باش نعسو هما الخوت، وهي اللحظة اللي كانت حنان كتخوي العصير، كانوا عندها جوج قراعي، قرعة ديال العصير كتخوي منها هي وختها، وقرعة العصير الثانية اللي فيها داك المنوع أو المخدر كانت كتخوي منها الجميلة وبنتها. هذه هي الطريقة باش نعسوهم وباش سرقوهم وداو ليهم حوايجهم. هنا غادي نكونوا سالينا القصة ديالنا الخوت، ودائما غادي نعطيو العبرة ديال هاد القصة هادي، والعبرة الخوت وهي ماشي اللي ركب حداك وشرا معاك الهضرة أنه ولا صاحبك ولا صاحبتك، ماشي اللي عطاك شي حاجة تشربها أو لا تاكلها. ما بقات الثقة الخوت، الوقت صعاب، راه بنادم يشوف عندك شي حاجة غيدير المستحيل باش يديها لك. فبهذا غادي نقول لكم إلى وصلتي معنا حتى لهنا ما تنساش دير واحد لايك زوينة، واحد الكومونتير زوين يعبر على شخصيتك الزوينة، وواحد المتابعة زوينة باش نكبروا العائلة ديالنا، وتسناونا دائما مع قصة جديدة وعبرة جديدة. وتحياتي لكم.